يا اخي وين الفار في الدوره هذه يا عزيز؟ عبد العزيز في الدوره ما نشوف الفار ولا هذه ماشي لمسه، هذه ضربه جزاء عبد العزيز وما يرجع حتى للفار. يعني وين الفار اليوم؟ وين الفار في مع الجزائر؟ لما الكره على الخط بالنسبه لنيجيريا رجع الفار وقعد الى دقيقه ودقيقه ونص ينتظر التاكد. وهذه لعب فوق الخط 18 واليد غير في حاله طبيعيه، يعني جابده على الجسم واضحه ووضوح الشمس. يعني على الاقل حكم التماس كان يعلن عليها او يساعده في القرار، ومن ثم الفار يرجع عليها. صراحه هذه ضربه جزاء شوفها صريحه وواضحه. لمسه اليد ليه ما يروحش للفار؟ ما هي لمسه يد ضربه جزاء وداخل منطقه هذه حاله غريبه تعتبر. أي. روح للفار. الحاله الوحيده اللي الفار ما يتدخلش فيها لو لمسه اليد بره ال 18، هي جوه ال 18. شوف وبعدين كبر حجم جسمه. فضربه جزاء حاجتين، تقنيه خط المرمى والفار، عشان بطولاتنا تبقى محترمه والناس تتابعها. لان زي ما قلت انا ما بحبش انتقد الاتحاد الافريقي، بس لازم غصب عنك تنتقد، لان القرارات تنرفزك.